عمرك سألت نفسك عن أرخص 5 دول ممكن تعيش فيهم في العالم؟ طب يا ترى متوسط المعيشة فيهم من أكل وشرب ومواصلات وكمان فواتير ورفاهيات بيكون قد إيه بالدولار الأمريكي كل شهر؟ يلا بينا نشوف مع بعض. في المركز الخامس تيجي أفغانستان اللي موجودة في نص قارة آسيا تقريبا، واللي عملتها بتتسمى الأفغاني الأفغانستاني، والدولار الأمريكي الواحد بيساوي 74 أفغاني، وتكلفة المعيشة الشهرية هناك بتكون من 370 دولار لحد 400 دولار تقريبا. وفي المركز الرابع تيجي الجزائر العربية الشقيقة، واللي تعتبر الدولة الأكبر مساحة في قارة أفريقيا بحوالي 2 مليون و382 ألف كيلومتر مربع. الجزائر واللي موجود فيها مناظر طبيعيه في منتهى الجمال، عملتها اسمها الدينار الجزائري، بس الدينار الجزائري مش شبه الدينار الكويتي لان هو بعافيه شويه، والدولار الامريكي الواحد بيساوي حوالي 134 دينار جزائري. وتكلفه المعيشه الشهريه في الجزائر بتكون في رينج 390 دولار تقريبا. في المركز الثالث تيجي نيبال، ودي دوله صغيره كده محشوره ما بين الهند والصين، ومساحتها حوالي 147 الف كيلو متر بس. والدوله دي بتتميز تقريبا بجو بارد طول السنه لانها موجوده على طبيعه جبليه خلابه وفي منتهى الجمال، وكمان موجوده على حدودها مع الصين جبل ايفرست واللي يعتبر اعلى قمه جبليه في العالم. وعمله نيبال بقى اسمها الروبيه النيباليه، والدولار الامريكي الواحد بيساوي حوالي 133 روبيه نيباليه تقريبا. وتكلفه المعيشه الشهريه في نيبال بتكون حوالي 380 دولار تقريبا. في المركز الثاني تيجي دوله سريلانكا، ودي عباره عن جزيره موجوده في المحيط الهندي في جنوب قاره اسيا، ومساحتها حوالي 65 الف كيلو متر مربع بس. سريلانكا دوله عريقه عمرها اكتر من 3000 سنه، وموقعها البحري بيحطها في مكان مهم جدا في طريق الحرير البحري التاريخي. وسريلانكا مشهوره جدا بتصدير الشاي والبن والمطاط وجوز الهند. وعمله سريلانكا اسمها الروبيه السريلانكيه، والدولار الامريكي الواحد بيساوي 313 روبيه سريلانكيه تقريبا. وتكلفه المعيشه الشهريه في سريلانكا بتكون في رينج 320 دولار تقريبا. في المركز الاول تيجي باكستان، ودي موجوده في جنوب قاره اسيا بين الهند والصين وافغانستان وايران. باكستان مساحتها 796 الف كيلو متر مربع، والجزء الساحلي منها بيطل على بحر العرب وخليج عمان. باكستان بقى بتتميز بطبيعه جغرافيه متنوعه جدا ما بين السهول والصحاري والتلال والهضاب وكمان المناطق الساحليه. عدد سكان باكستان في نهايه سنه 2023 وصل لحوالي 243 مليون نسمه. وعمله باكستان هي الروبيه الباكستانيه، والدولار الامريكي الواحد بيساوي 277 روبيه باكستانيه، يعني يا بلاش. وتكلفه المعيشه الشهريه هناك حوالي 295 دولار، ودي تعتبر الارخص في العالم بناء على موقع وايز ادفايزر. وفي النهايه عندي ليك سؤال، تفتكر مصر لو موجوده في قائمه الدول دي هتكون في المركز رقم كام؟ يا ريت تشاركونا بارائكم في التعليقات. السلام عليكم.